السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناة عيشي حياتك. النهاردة إن شاء الله يا بنات هاخدكم روتين يوم كامل من مطبخي من الصبح لغاية الساعة 12 بالليل. فعلا هوريكم أنا عملت إيه في يومي بالكامل جوه المطبخ. وكمان أول روتين ليه في مطبخي بعد التجديد. هجاوب على معظم الأسئلة اللي وردت على فيديو جولة في مطبخي للبنات اللي سألوا كتير. هوريكم كل حاجة في اليوم النهاردة، وهوريكم الإضاءات بعد ما هي مطفية عشان مش كنت وريتها لكم في الجولة، عشان بنات قالوا لي طب ليه ما طفيتيش النور بعدها. ده كده شكل مطبخي لما دخلت الصبح، الحمد لله هو مترتب ونظيف. كنت بس مطلعة الفراخ تفك معايا عشان هنطبخ النهاردة مع بعض فراخ، وهنعمل محشي بس الفراخ للغدا والمحشي لتاني يوم، وهوريكم أنا عملت ده كله ازاي. قمت اول حاجه لازم افطر، وعشان اشجعكم معايا انا ماشيه على نظام غذائي. لو في واحده عايزه تتشجع وتمشي على نفس النظام، انا خدت معلقتين فول، وهاخد نص قطعه جبنه قريش او اللي هي الجبنه الفلاحي، تمام. وهاخد رغيف سن. اللي عايزه تتشجع يا بنات وتبدا معايا دايت او نظام غذائي، هو انا مش عامله دايت اللي هو دايت يعني تخسيس بقى وسعرات معينه وكده، لا، انا بحاول ان انا اكل صحي ما فيهوش دهون كتير، واقلل كميات الاكل، يعني زي القيمات، وابعد عن العيش الابيض او العيش اللي هو العادي. عيش السن ده كويس جدا، حلو قوي وصحي ومفيد. فانا بحاول ان انا امشي عليه اليومين دول، ولاحظت نتيجه كويسه. ودي جبنه، ده زيت زيتون هحطه على الجبنه. الحاجات دي فرقت كتير جدا يا بنات معايا. بالنسبه اللي عندك قولون، عندك اي حاجه من الحاجات دي هتريحك، تمام. انا دلوقتي هبدا اسيح معاكم السمنه. السمنه يا بنات علشان تسيحيها يفضل حله ستانلس، تمام. الالومنيوم مش كويس في تسييح السمنه، علشان الالومنيوم لما بتيجي تتحركي بتقعد بقى تطلع الصدى اللي في الحله مع السمنه بالذات، تمام. فازاي تعمليها من غير ما تلزق؟ بتروحي موطيه على نار هاديه جدا جدا خالص من البدايه، مش اول ما تفور، من البدايه بحطها على نار هاديه واسيبها. عمرها ما بتلزق في الحله زي كده، شايفين؟ ولا كأن ولا لازقه ولا محروقه ولا اي حاجه، وطالعه متسيحه 100 100. دلوقتي انا بقى يا بنات هوريكم ازاي ان انا بوفر في السمنه. انا ما بعملش، لما بعمل مثلا انا طبعا ببقى عندي سمنه في الفريزر وبسيح على قد اللي انا محتاجاه عشان تبقى ريحتها حلوه طول السنه. انا سيحت كده شويه، تمام. وبعدين بحط التلت كميه زيت عافيه، يعني بعمل الزيت على سمنه. وبالمناسبه السمنه دي سمنه بقري، مش سمنه اللي هي الايه الجاموسي، خلاص. انا بحط سمنه على زيت، من ناحيه بتكون صحيه اكتر وبتكون خفيفه مش تقيله، ومن ناحيه تانية انا بوفر، تمام. دي طريقتي في ان انا بستخدم السمنه البلدي ازاي. بحط عليها زيت عافيه، بتوفر معايا، تديني كميه اكبر، وفي نفس الوقت بتكون صحيه وخفيفه ولذيذه، وبتكون خفيفه جدا في الاكل. دي طريقتي في التوفير في السمنه. دلوقتي هنبدا نعمل الغدا مع بعض يا بنات. اول حاجه جبت الفراخ، لازم من جوه كده بوركها فلفل اسود واركنها على جنب، واحط لها في كل فرخه نص معلقه سمنه بوركها بيها كده، واسيبها على جنب لغايه ما الميه تفور، وابدا اعمل الرز الحشو. في الفتره دي بس بتكون السمنه يعني بقت حلوه كده، وخدت في الفراخ والفلفل الاسود زي تتبيله خفيفه، تمام. طبعا الفراخ دي بلدي، فمش محتاجه ان انا اعملها ببصل وكلام من ده. من جوه ده رز الحشو بسويه الاول بحته بصله صغيره، واسويه بالميه. بسويه الاول مش بحطه ني، علشان يكون مستوي ويطلع اضمن لما الفراخ تستوي ان هو يكون كله مستوي من جوه يا بنات، تمام. طبعا احنا عارفين كل الاطفال بيحبوا الرز الحشو والحاجات دي، فلازم اطلعه كويس يكون مستوي 100%. هبدأ دلوقتي مع بعض هنحشي الفراخ وهعلق عليها، وهيكون كده هعمل جنب الغدا شوية مكرونة صغيرة متحمرة. احيانا الولاد بيحبوا جنبها مكرونة، مش ما بيحبوش رز. عملت هنا دلوقتي اللي هي التتبيله او الكمره بتاعه الفرخه، طماطمايه على بصل على ورق لورا فلفل اسود ملح، بس كده. وبعدين بحطه يفور مع الفرخه. اهم حاجه ورق الرورو دي يا بنات، فعلا بيقلل الزفاره. ولو عندك جزر ممكن تحطي جزر كمان، بيكون حلو قوي. بس انا علشان الفراخ بلدي ما بهتمش قوي بكده، تمام. لما يكون فراخ من التانية ممكن لازم احط جزر واظبطها قوي يعني. فدلوقتي اهو انا حطيت الكاميرا كده علشان تفور معاها يا بنات. دلوقتي خلاص انا حشيت الفراخ، هبدأ احطها على طول. دي بقى يا بنات اللي هي الطشة بتاعت الفرخة. حمرت بصلة وهحطها على الفرخة دلوقتي.
علشان الفراخ بتدي طعم حلو، عشان انا عايزه اعمل محشي فلازم اظبط الشوربه بتاعتي قوي، لازم الشوربه تطلع لونها جميل وطعمها وريحتها علشان المحشي. فبحط لها الطشه دي كده، بتبقى جميله، بتديها نكهه جميله قوي وبتديها لون حلو جدا. تمام زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده يعتبر المكرونه كلنا عارفينها، بس بوريكم تكاتي بس في عمايل الفراخ. ممكن يكون في ناس بتعملها كده او افضل من كده، بس دي طريقتي اللي بعملها وبتطلع جميله جدا. كده مواعين الغدا هعملها، ونقول للمطبخ بقى باي باي لغايه ما ندخلك بقى ايه وقت تاني. بس انا كنت داخله اعمل حاجه وعملت حاجه تانية، هنشوف هنعمل ايه. كده خلاص ده كده كان العصر والخلاص، طبعا مش بعد الغدا مباشره. ده يا بنات شكل المطبخ، هوريكم هغيره دلوقتي معاكم. دخلت بقى اعمل صينيه كيكه، بس ما طلعتش كيكه، طلعت محشي. اللي حصل ان انا كنت داخله اعمل كيكه فعلا، فقلت طب بصيت كده في التلاجة قلت طب ما انا هعمل بكره محشي، طب ما اقعد اعمل التسبيكه. قعد يجر حاجه تجر حاجه، طب لما اسلق الورق، طيب مش عارفه لما اعمل ايه، لغايه لما لقيت نفسي اخر الليل قاعده خلصت الورق سلقته وعملت خلطه المحشي كلها، وقعدت حشيت حله المحشي كلها وسبتها في رف التلاجة لتاني يوم. يعني انا كنت داخله عشان اعمل كيكه، قلت طب لما اسبك التسبيكه عشان بكره يبقى سهل عليا، وبعدين قلت طب لما اسلق الورق، طيب ما خلاص الخلطه جاهزه، طب لما اقعد احشي. والله هي جت كده يا بنات، كله جه في بعضه. طبعا دي فرشه المحشي لازم اعملها، اللي هو الليمون، ورق او عيدان بقدونس، بصل، توم، 4 ورقات كده تحت، وبعدين شويه زيت يا بنات، بحط عليهم شويه زيت كده على الوش علشان يخلي المحشي ما بيلزقش خالص. والله يا بنات المحشي طلع ما لازق فيه اي حاجه، والحله كانها مغسوله ما فيهاش اي حاجه خالص تحت. تمام ماسكه في القاع يعني. تمام خلاص زي ما انا قلت لكم حاجه جابت حاجه. عملت خلطه المحشي وعملتها معاكم قبل كده كذا مره، لو عايزين ترجعوا لفيديوهاتي. عملت خلطه المحشي وقلت طب خلاص بقى اقعد احشي بقى بالمره. وده كله كنت داخله اعمل كيكه، وقلت طب هعمل التسبيكه وبعدين اعمل الكيكه، كله بقى اتعمل في بعضه، ده جاب ده يعني. تمام كده الخلطه جاهزه. تمام بعد كده في حاجه بعملها بس مش جبتها دلوقتي في الكاميرا، ان انا بجيب بصلايه وفصين توم وشويه زيت صغيرين قوي، بعملهم ببعض كده بطماطميه صغيره زي الكمره، وبعد كده بضيفهم على المحشي على ني من غير التسبيكه، بيدوا طعم خطير. مين زيي لما بتحب تحشي بقى بتحشي في الارضيه، فرشت مفرش كده صغير بلاستيك وقعدت احشي في ارضيه المطبخ. انا ما بحبش صراحه احشي على ترابيزه ولا وانا واقفه. وانا واقفه كنت الاول صراحه ممكن بحب احشي وانا واقفه، بس رجلي بدات تتعبني، ما اقدرش ان انا يعني احشي حله محشي كامله وانا واقفه. فدلوقتي لازم احشي وانا قاعده على الارض على الترابيزه، ما ببلكش كويس، ما بحبش احشي على ترابيزه. تمام هقعد احشي بقى المحشي، وبكده يكون وقت الاكل كده خلص. هبدا بقى دلوقتي يا بنات انضف المطبخ معاكم واوريكم شويه خلطات وشويه حاجات جميله جدا بعملها. لازم قبل ما انام مطبخك ينام بالشكل ده، يعني يعتبر الفيديو ده ماسك روتين صباحي وماسك روتين مسائي. يعني انا وريتكم اليوم من الصبح فعلا لغايه الساعه 12 بالليل بالظبط، فعلا كانت كل الموضوع ده متاخر بعمله. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل المواعين. طبعا كان في مواعين غسلتها. تمام التغييرات اللي انا عملتها دلوقتي، انا طبعا في اول فيديو ما كنتش عملتها لسه، رحت جبت باسكت زي كده يا بنات. طبعا انتوا شايفينه زاحم الدنيا، هو والله مش زاحم الدنيا ابدا، هو الكاميرا بس مقربه عليه. حطيت فيه كل المنظفات اللي انا بستخدمها، لان انا ما عنديش تحت حوض ولا عندي ضرفه للمنظفات، فالحاجات دي كنت حطاها بره على رف المنظفات اللي في الطرقه اللي ورا المطبخ، فكل ما اجيب الحاجه اروح بره اجيبها وارجع تاني. فقلت اجيب باسكت زي كده والم فيه الحاجات اللي انا بستخدمها دايما في تنظيف الحوض والبوتاجاز وتلميع المطبخ. تمام دلوقتي هعمل معاكم او هوريكم ايه الحاجات اللي ممكن تلمع يا بنات المطبخ. مش خلطه واحده، ما تلتزميش بحاجه. لو عندك كلور على خل، بس كلور الوان يا بنات، مش كلور العادي، كلور الوان على خل حطيه. عندك جنرال على خل استخدميه. عندك اللي هو الخل اعمليه. عذرا يا بنات عشان التليفون بيرن، مش عارفه ما فصلتوش النهارده. عندك خل عندك خل على جنرال اعمليه.
عندك يعني لهلوبه على خل اعمليها. اي خلطه من الخلطات دي سهل جدا جدا ان انت تستخدميها وبتلمع معاكي وبتديكي نتيجه مرضيه. انا استخدمت معاكم قبل كده الخل على الجنرال، واستخدمت معاكم قبل كده اللهلوبه كتير. هوريكم النهارده هستخدم الكلور على الخل في تطهير بقى الحوض والبوتاجاز والرخامه وكل المطبخ. تمام. دلوقتي هنبدا نروح على، شوفوا انا علقت هنا يا بنات اهيت صفايه الاطباق، علقتها هنا علشان كانت بيقولوا زحمه الدنيا، ووديت هناك زي ما انتم شايفين طقم التوزيع وديته هناك زي ما انتم طلبتوا مني في الجوله. هبدا دلوقتي المع البوتاجاز، شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله بيلمع وبقى تحفه. نتيجته زي نتيجه الخل على الجنرال وزي نتيجه برضو اللهلوبه، كله نتيجه واحده، بس على حسب كل شويه بستخدم، بحاول ان انا انوع في الخلطات. انا عندي المنظفات كلها اوريدي، عندي كلوركس الالوان. دلوقتي هبدا المع الحوض. ليه بقى يا بنات؟ هعمله بالكربوناتو، هعمل الحوض بكربوناتو على البريل، لان انا عامله ورق عنب وبيسيب لون زي ما انتم شايفين وانا بغسل كده، فحاولت ان انا المع الحوض. ما شاء الله بقى مرايه اهوت، علشان بعد بقى المحشي وكنت عامله فراخ النهارده فلازم ان انا اعقم والمع الحوض قوي كده اهو يا بنات. ده كده شكل مطبخي النهائي. علقت هنا الصفايه، ودي كده انتوا شايفين الدنيا مسحومه، هبعد لكم بالكاميرا عشان تشوفوا هي مش مسحومه ولا حاجه. والبوتاجاز بقى مرايه، ودي الستاره. كتير قالوا لي ممكن تشبط في الولعه، شلت الطبقه اللي تحت اللي هي البلاستيك شلتها خالص، سبت بس الطبقه الخارجيه اللي هي الشيفون. طقم التوزيع علقته هنا. طبعا الرخامه رايقه. ديت الجلافزات بتاعت المتعلقه الالوان دي يا بنات، جلافزات بتاعت الماسك الحاجات السخنه، كانت متعلقه تحت في البوتاجاز. ابني كل شويه يدخل ياخدها ويسرح بها في البيت، عارفين انتوا الاطفال، فقلت لا هعلقها هنا علشان مش كل شويه ياخدها ويمشي. دلوقتي طبعا هوريكم المطبخ بالاضاءات بعد ما اتطفى، لان بنات قالوا لي انت مش وريتوهولنا في الجوله. فهختم الفيديو بتاعي. اتمنى ما تنسونيش من اللايك، ولو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها فضلا.